الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. حبايبي طلبة الصف الأول الثانوي، أهلا وسهلا. معاكم مستر أحمد والي، والرياضيات افهمها ببساطة. النهاردة هنحل تمارين 16 على تطبيقات التشابه في الدايرة، وده آخر تمرين في الوحدة الأولى في الهندسة. إن شاء الله هنبدأ بعدها في حل تمارين الوحدة التانية في الهندسة. احنا عارفين تطبيقات التشابه في الدايرة، احنا خدنا جزء منها في تالتة إعدادي، وهو بيتكلم عن تقاطع الوترين داخل أو خارج الدايرة، أو تقاطع وتر مماس وقاطع للدايرة. تمام، سواء خارج الدايرة طبعا، وكل حالة ليها القانون بتاعها. فانت هنا لو بصيت معايا في الشكل المقابل وعايز قيمة س، طيب الوترين اللي قدامنا دول تقاطعوا داخل الدايرة. الجزء ده أ ه ب4 وه ب بس وج ه ب3 وه د ب8 سم. فانت سيادتك هتبدا تقول لي ان انا لما اضرب حاصل ضرب جزئيه الوتر الاول يساوي حاصل ضرب جزئيه الوتر الثاني. فانت كده لما هتبدا تحل هتقول لي ايه؟ هتقول لي انا لو ضربت 4 في س هتساوي 3 في 8. طيب 4 في س ب 4 س، 3 في 8 بكام؟ ب 24. سيادتك هتقسم على الأربعة، يبقى السين هتساوي 6. وده إجابة السؤال الأول سي. السؤال الثاني، الوترين متقاطعين خارج الدايرة، فلازم تبقى حريص جدا وانت بتتعامل مع الوترين المتقاطعين خارج الدايرة. انت دايما بتبدأ من النقطة بتاعة التقاطع، فهتبدأ تقول لي والله انا هاخد ه ب بكام يا مستر؟ ب5 في ه أ 5 زائد 7 كام؟ ب12 بتساوي ه د 6 في ه ج 6 والسين. فانت ما تقوليش 6 س، هتقول لي 6 زائد س. يبقى الجزء ده عبارة عن 6 زائد س. هبدأ أفك بقى. 5 في 12 ب60 بتساوي 6 في 6 ب36 زائد 6 في س ب6 س. هودي ال 36 بعكس الإشارة، يبقى 6 س بتساوي 60 ناقص 36 هتطلع ب24. هنقسم على ال6 يبقى السين بتساوي 4، ويبقى كده الإجابة سي. طيب احنا اتفقنا ان ممكن اشتغل الجزئية دي ان انا احل باستخدام الآلة الحاسبة، ان انا ممكن احل السؤال ده بالكالك. من اول هنا كده هبدأ احل بالكالك، يعني انا هكتب 5 في 12 بتساوي، قلنا اللي يساوي اللي فوق الكالك 6، وافتح قوس واكتب 6 زائد السين هنسميها اكس، واقفل القوس وبعدين اقول له شيفت سولف يساوي. قال لي ان الاكس بتساوي 4، يبقى انا كده طلعت قيمة س بتساوي 4. السؤال الثالث برضو، الوترين متقاطعين خارج الدايرة، هنا 3 س وهنا س وهنا 8 وهنا س زائد 4. اللعبة يا جماعة دايما ان هو بيلخبطك عشان تبدأ منين؟ من عند نقطة التقاطع. يعني لازم هنا نقطة التقاطع دي تبقى انت معلم عليها كده وتبدأ تشتغل. يلا هنشتغل ازاي؟ قول لي يا مستر. هنبدأ نقول ج ب اسمها س في ج أ س زائد 3 س يبقوا كام؟ 4 س. خد بالك ان الأطوال بتتجمع مش بتتضرب. طيب ج د اللي هي 8، ج ه اللي هي ال8 زائد السين زائد 4، يعني هتقولي 8 زائد س زائد 4. وممكن نحلها بالكالك عادي خالص، وممكن نحلها بالضرب. س في 4 س ب4 س تربيع بتساوي، طبعا احنا ممكن نجمع دول يا جماعة، يعني ال8 اهي ادي س و4 زائد 8 ب 12. تمام، اضرب ال8 جوه القوس كده بسرعة، يبقى هنبدأ نقول ادي 4 س تربيع بتساوي 8 س زائد 8 في 12 بكام؟ 96. هندخل دول جوه بعكس الإشارة. 4 س تربيع ناقص 8 س ناقص 96 بتساوي 0. طبعا ممكن نقسم على الأربعة، وممكن نحل باستخدام الآلة الحاسبة. هندوس مود 5 3 واكتب 4 يساوي سالب 8 يساوي سالب 96. وعشان خاطر يركز في الأرقام هيطلع لك x1 ب6 وx2 بسالب 4، ومفيش طول بالسالب. يبقى احنا كده عرفنا ان السين بتساوي 6، يبقى الإجابة سي. السؤال الرابع بيقول ايه؟ بيقول لي في الشكل المقابل انا عايز قيمه س برضو. طبعا الجزئيه دي سهله جدا لان ده مماس. قال لي طيب هو احنا القانون كان بيقول لي ايه؟ ان مربع المماس اللي هو ا د تربيع بيساوي، هنبدا من نقطه التقاطع. بص على الرسم كويس، ا ب في ا ج، يبقى ا ب في ا ج. قلنا دايما بنبدا من نقطه التقاطع. طيب ا د تربيع اللي هي س تربيع، ا ب اللي هي 7 في ا ج اللي هي 7 زائد 9. 7 زائد 9 كام؟ 16. طب تعالى نجيب الجذر كده، هم على شكلهم الحليوه ده. جذر 16 كام؟ 4. وجذر السبعة لا دي يا مستر ملهاش جذر، يبقى 4 جذر ايه؟ 7. يبقى الاجابه بي.
السؤال الخامس سؤال لطيف جدا 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 جدا، ركز في كلام الله يهديك. السؤال الخامس بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان المثلث ده متساوي الساقين، صح كده؟ قال لي اه يا مستر متساوي الساقين، يعني الزاويتين دول قد بعضهم، يبقى ج م بتساوي ج أ. حلو قوي. الحته دي بكام؟ ب3، والحته دي بس. خلاص هو عايز بقى قيمه س. قول لي الس هتطلع بكام؟ هتقول لي ايه بقى؟ ركز في الكلام. انت دلوقتي في خدعه بس صغيره كده في السؤال. هو م د ده وميم ألف مش أنصاف أقطار؟ قال لي اه طبعا، ده أنا ما خدتش واخد بالي منها. ميم ألف ب6، يبقى ميم د كمان بكام؟ ب6. خلاص يا بطل مشكلتك اتحلت. يلا جيم د اللي هي كام؟ 3 في جيم ميم. جيم ميم اللي هي كام؟ اللي هي 9. تبقى أنت كده مش فاهم رياضة، مع احترامي ليك وليكن ما يكون. ليه؟ لأن لازم ده يبقى قاطع. خلاص، رجله على الدايره وده كمان رجله على الايه؟ على الدايره. ايوه دي يا مستر هنعملها ازاي؟ احنا هنمد دي كده. خلاص هنسميها مثلا هنسميها جيم ه. خلاص هتقول لي اه ده انا فهمت كده، ده 6 يبقى ده كمان ب6، ونبدا نشتغل شغلنا. يبقى انا لما قلت جيم د ب3 هضربه في جيم ه اللي هو بكام بقى؟ احسب بقى 3 زائد 6 زائد 6 يبقوا كام؟ 15. هايل. بتساوي جيم ب. جيم ب اللي هو س في جيم ألف. جيم ألف اللي هو كام؟ ما هو احنا لسه قايلين المثلث ده متساوي الساقين، يعني جيم ميم ب9، إذا جيم ألف هو كمان ب9. يبقى السين هتساوي 3 في 15 ب45. 45 على 9 فيها ال5 سنتي. السؤال رقم 6، ركز في السؤال. بص كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الجزء ه واو ده، بص السهم الصغير ده، السهم الصغير قوي ده بكام؟ 1 سنتي. وده الواو بكام؟ ب2 سنتي. ايوه يا مستر اعمل ايه؟ انت هتشتغل الاول جوه الدايره يا بطل. ليه؟ عشان انا مش هعرف اجيب قيمه س غير لما اعرف الاجزاء اللي مجهوله دي. طيب تعال نخش جوه الدايره. هتقول لي هكتبها لك عشان تاخد بالك منها. دال واو في واو جيم. دال واو في واو جيم بتساوي ه واو في واو ب. طيب تعال عوض معايا كده. دال واو 2 سنتي في واو جيم ولا اعرفه بتساوي ه واو. ه واو بكام؟ 1 سنتي الصغير، سهم الصغير لسه واخد بالي اهو، في واو ب اللي هي كام؟ 6. فهيطلع لي واو جيم بيساوي 3 سنتي. 6 على 2 فيها ال3، يبقى الجزئيه دي يا شباب بكام؟ ب3. طيب تعالى بقى، احنا عايزين س ده مماس، ا ب ده مماس، يبقى مربع المماس س تربيع، وابدا اخد جزئي القاطع اللي هو ا ج في ا د. ا ج ب4 في ا د يبقى ب9. تعال ناخد الجذر على شكلها ده، يعني 2 في 3 يطلع 2 في 3 بكام؟ ب6. يبقى الإجابة س. السؤال رقم 7 بيقول لي عايز طول نصف القطر. خد بالك ان ساعات المسألة دي بتيجي مرسومة من غير الجزء ج م، من غير الجزء ايه؟ ج م. فاحنا هنركز كده في الحل عشان ربنا يكرمنا. يلا بينا. طيب هو عايز طول ج م. انا هبدأ اقول س ا تربيع بتساوي س ب في س ج. يا مستر ما انا ما اعرفش س ج، هنجيبه. س ا تربيع اللي هو 15 تربيع ب 225 بتساوي س ب اللي هي 9 في س ج اللي انا ما اعرفوش. حلو قوي. يبقى هنقسم 225 على 9. يبقى احنا هنقسم 225 على 9 هتطلع بكام؟ 25. طيب س ج 25، س ج ده كله بكام؟ ب 25. والحته دي ب9، يبقى القطر ب 16. القطر بكام؟ ب 16. يبقى ب ج اللي هو القطر ب 16 سنتي. خلاص يبقى نصف القطر بكام؟ يبقى نق بكام؟ نق ب 8 سنتي يا مستر. هايلين ما شاء الله عليكم. يبقى الإجابة ب. السؤال التاسع بيقول لك أنا عندي أ ب ده ب5 جذر 2 وأ ج ده بيساوي ج د، فأنت سهل على نفسك وسمي الجزء ده س والجزء ده س. كده هتعرف تحل. يلا نحل بقى. هتبدأ تقول لي والله أ ب تربيع بيساوي أ ج في أ د. أ ب تربيع اللي هو 5 جذر 2 تربيع، يعني 25 في 2 ب 50. أ ج اللي هو س في أ د اللي هو 2 س. س في 2 س ب 2 س تربيع بتساوي 50. هنقسم على الاتنين.
يبقى لما قسمنا على الاتنين هتبقى س تربيع بتساوي 25. هناخد الجذر، وهتقول لي موجب او سالب ازعل منك. يبقى الس بتساوي 5 سنتي. انت عايز طول مين يا مستر؟ عايز طول الف د. الف د ده سنتين، يعني الف د ده 5 زائد 5 يطلع كام؟ 10، اللي هو الاجابه ايه. السؤال اللي جاي سؤال فيه شويه لف ودوران كده، فركز فيه عشان خاطر ربنا يكرمك وتعرف تشتغل. هو هنا دلوقتي هو عايز طول ايه؟ طول الف ج. الجزء الف ج ده فين؟ انت شايفه على الرسم، اللي هو المماس اللي بره. فانا مش هعرف اجيب المماس اللي بره ده غير لما اجيب الاجزاء المجهوله. طيب انا عندي الف ب ده، الف ب على الرسم قد د ن، فهسمي دي س واسمي دي س. وده بيسهل الحل يا جماعه، لما يكون في اجزاء متساويه سميها س سميها ك، المهم ان انت تعرف تحل بيها. طيب ليه بقى؟ لان انا هبدا اقول ايه؟ شايف الوتر اللي اسمه د ب ده؟ شايفه ده الوتر ده ب ده، وفي وتر تاني اللي هو متقاطع معاه اللي هو ه واو. شايفه يا مستر؟ تقاطعه فين؟ في نقطه ن. فانا هبدا اقول له ايه؟ انا عندي د ن اللي اسمه س، في ن ب اللي ب6 بتساوي ه ن اللي ب2، في ن واو اللي ب9. 2 في 9 ب18 على 6 يبقى س ب3. اقول له كويس جدا كده، انا جبت دي ب3، يبقى اللي بره دي الس هي كمان بكام؟ ب3. حلو. انت بقى هتبدا تشتغل مع مين؟ الف ج تربيع اللي انت عايزه بيساوي الف ب اللي هو ب3 في الف د اللي هو 3 زائد 6 زائد 3 اللي هو 12، يطلع 36. هتاخد الجذر، يبقى الف ج جذر ال 36 6 سم، يبقى الاجابه سي. السؤال 11 عايز قيمه س زائد ص. قول له انا ما بخافش، انا دلوقتي عندي في 11 عندي مماس وعندي قاطع. حلو قوي. طب ما تيجي نجيب ص. هو مش ص تربيع ده بيساوي 5 في 20 اللي هي تطلع 100؟ قال لي يبقى جذرها كام؟ 10، يبقى ص ب10. حلو قوي. طيب عايز بقى تشتغل بالاجزاء القاطعين، ماشي. عايز تشتغل بالمماس ده والقاطع التاني، ماشي، مفيش مشكله، ما انا جبت دي ب10 خلاص، فهتبقى هي اللي يريحك اعمله. فاحنا ممكن نشتغل مثلا بالمماس والقاطع ده. يعني هاجي اقول ان 10 تربيع ب100 بتساوي 4 في س زائد 4. 4 في ايه؟ في س زائد 4. ده كله ما تنساش. هنقسم 100 على 4 هتطلع ب25 بتساوي س زائد 4. هتودي الأربعة بعكس الإشارة، هتبقى السين بتساوي 21 سنتي. يبقى هو عايز قيمة س زائد ص، يعني 10 زائد 21 يديلك 31 سنتي، اللي هي الإجابة دي. السؤال رقم 12 بيقول لك في الشكل المقابل أنا عايز قيمة س على ص. أكتر سؤال بتسأله وأنا بشرح مستر. نعم يا حبيبي، أنهي س فيهم؟ يا حبيبي كل السينات دي تعبر عن نفس القيمة. يعني لو س دي ب3 هتبقى دي ب3، لو س دي ب7 هتبقى دي ب7. مفيش حاجه اسمها انهي س، ده نفس المتغير يبقى نفس القيمه. خلاص. طيب فرقم 12 دي انت هتعمل ايه؟ انت هتبدا تبص كده ايه المعلومات اللي عندي. انا ابدا اجيب س ولا ابدا اجيب ص؟ والله بص، انت ص مش هتعرف تجيبها غير لما تجيب س. ليه؟ لان انت لو مسكت ه ز ده وه ج هتلاقي علاقه بين س وصاد، فانت ما عندكش لا الس ولا الصاد، فكده متغيرين. فنبدا دايما من عند المماس. فانت هتبدا تقول لي والله المماس تربيع اللي هو س زائد 3 تربيع بيساوي ب ج في ب د. ب ج اللي هو 6 في ب د اللي هو س زائد 6. تمام كده. نبدا نفك. انا معلمك القوس التربيع في الكورس التاسيسي اللي انا عملته لك. مربع الاول س تربيع، مربع الثاني 9، الاول في الثاني في 2 ب6 س، واضرب ال6 جوه القوس. 6 في س ب6 س، و6 في 6 36. ال6 س دي هتروح مع ال6 س دي، خلاص. هتطلع دي بره بعكس الاشاره، هتبقى س تربيع بتساوي 27. هناخد الجذر، يبقى الس بتساوي جذر ال 27 3 جذر 3. حلو الكلام. طيب يبقى انا جبت دي بكام؟ 3 جذر 3 يا مستر. ايه الارقام دي يا مستر؟ ولا يهمنا. هنبدا بقى نشتغل على القواطع اللي هنا دي. ه واو اللي اسمه صاد في ه زين اللي هو صاد زائد 7 بيساوي ه د 2 جذر 3 في ه ج 2 جذر 3 زائد 3 جذر 3 ب5 جذر 3. يلا صاد في صاد بصاد تربيع، صاد في 7 ب7 صاد، 2 في 5 ب10، وجذر 3 في جذر في جذر بشيل الجذر، يبقى 10 في 3 ب30. هتخش جوه بعكس الاشاره، هتلاقي عندك لما نيجي نحلل الصاد هتساوي سالب 10 وده مرفوض، او الصاد هتساوي 3
وده تمام معانا. احنا عايزين قيمة س على ص، يعني 3 جذر 3 على 3. التلاتة تروح مع التلاتة، يتبقى لي جذر 3 اللي هي الإجابة س. سؤال 13: يا مستر الأسئلة تقيلة وشكلها. يا حبيبي احنا بنحل كل حاجة علشان انت تبقى متميز، ما تبقاش طالب عادي، ما تبقاش طالب طبيعي كده زيك زي اي حد. انت في السؤال رقم 13 ده عندك أ ب مجهول. طيب في هنا جزئية تراكمية، اللي انا لو عملت ده كده، ده نص قطر الدايرة الصغيرة عمودي على المماس. ننقل بقى للدايرة الكبيرة، هو مش لما تقيم المرسوم من مركز الدايرة ده عمودي على الوتر مش كان بينصفه؟ يعني ده 3 يبقى ده كام؟ 3. خلاص كده مشكلتك اتحلت. هتيجي تقول لي أ ب تربيع بيساوي أ ج اللي هو 2 في أ د. عد يا بطل، يعني 8. 2 في 8 بكام؟ ب 16. جذر ال 16 4. يبقى الإجابة أ ب بيساوي 4. السؤال رقم 14: خد بالك دي نص دايرة، فأنا مش عارف أشتغل بيها. طبعا السؤال ده احنا شرحناه أثناء الشرح يعني، لكن كتر التكرار بيعلم الشطار. أنا لازم أكمل الدايرة، وأنا هحاول يعني أقصرها شوية كده عشان ما أعديش تحت، وهوصل ده كده. فهتبدأ تقول لي والله الحتة دي 2 والحتة دي س، ماشي، يبقى الجزء ده اسمه س زائد 2، يبقى اللي تحت ده كمان س زائد 2. يا رب يبقى كلامي واضح. طيب فانا هبدا اشتغل على الاجزاء المتقاطعه هنا دي، مالكش دعوه بقى بالقطر ده كان رسم عشان نص الدايره. هنعمل ايه؟ هقول له والله دي 2، انت ضاربها لي في ده كله، اجمع بقى دول كده، س زائد س ب 2 س زائد 2 بتساوي 6 في 4. يبقى 2 في 2 ب 4 س، و2 في 2 ب 4، 6 في 4 ب 24. هتطلع ال 4 بره بعكس الإشارة، يبقى 4 س بتساوي 20. هتقسم على 4 يبقى الس بتساوي 5. يبقى كده الإجابة ايه. السؤال اللي بعده اجمد بقى عشان احنا عندنا شوية شغل حلوين كده هيعجبوك، يعني الشغل اللي جاي ده كله هيعجبك. احنا عندنا ده برضو رجليه مقطوعة، قلنا اللي رجليه مقطوعة ده بنعمل له ايه؟ طرف صناعي، اللي هو بنجيب كده نكمل له ده نسميه ايه. طيب الجزء ده قد الجزء ده قد الجزء ده. مستر احمد ولي قال لنا اي اجزاء متساوية سميها س. خلاص كده انت خلصت من المشكلة اللي عندك كلها، ادام بتسميها س او كاف الموضوع انتهى. طب هعمل ايه يا مستر؟ يلا نطبق القاعدة من نقطة التقاطع. أ ج 6 في أ د س زائد 6 تساوي أ ب ب4 في أ ه، يبقى س زائد س ب2 س زائد الحتة اللي ب4 دي. يا رب تبقى فاهم. عايز تحلها بالكلك بقى اهلا وسهلا، عايز تضرب وتفك اهلا وسهلا. 6 في س ب 6 س، 6 في 6 ب 36، و4 في 2 ب 8 س، و4 في 4 ب 16. هتودي ال 8 س ناقص 6 س ب 2 س بتساوي 20. هنقسم على الاتنين، السين هتطلع ب10. هو عايز محيط الدايرة، محيط الدايرة بيساوي ايه؟ 2. طبعا هنا نق ب10، السين دي هي نق 2 باي نق. هو كاتب لك باي، يبقى انا هضرب 2 في 10 بكام؟ ب20 باي، يبقى الاجابه سي. السؤال رقم 16 انا رسمته لك بره اهو عشان خاطر نعرف نتعامل مع بعض كده واحده واحده بقى. هو جه قال لي ان ب ج بيساوي ج أ، وعندك أ ب ب 24، يبقى الجزء ده ب 12 والجزء ده ب 12. حلو قوي. وادالك ج ده كله ب 18. حلو. فانت مشكلتك طبعا انا كملت الدايره، لان ده خد بالك ده مش قطر لانه معدي المركز، ده وتر. فانا كملت الدايره وسميت الجزء اللي تحت ده ه. احنا عايزين بقى نعرف طول ج ه ده ايه. هتقول لي والله بص ده اله ده قطر، القطر ده يا جماعه اسمه 2 نق ناقص الحته ال 18 دي، يبقى انا كده عندي الجيم ه، والموضوع كده يبقى بسيط. طيب فانت هتعمل ايه؟ هتبدا تحل، هتقول لي والله 12 اللي هو ب ج في 12 اللي هو ج أ بيساوي ه ج اللي هو 2 نق ناقص 18 في ج د اللي هو ب 18، وتحلها باستخدام الكالك هيطلع لك قيمة نق، والموضوع كده يبقى سهل وبسيط ومش هيعقدك في حاجة، فيطلع لك النق ب 13 سنتي. يا رب تبقى مفهومة كويس عشان يعني المسألة فيها شوية شغل يعني. السؤال رقم 18: ه د ب6 وده ب ب6 وعندك ج ه ب4، هو عايز نصف القطر. طيب ايه يا مستر ده؟ هعمل ايه؟ الموضوع سهل. انت خايف ولا ايه؟ ما تخافش، تعالى يا حبيبي نحل. ها،
ه د ب6 في ه ب ب12 بتساوي ه ج ب4 في ه أ. هنضرب 6 في 12 على 4 هيطلع لك أ ه بيساوي 18. أ ه بيساوي كام؟ 18 على 4 فيها ال3 على 4 فيها ال1 يبقى 18 سم. يبقى جبنا أ ه ده بكام؟ ب 18. هطرح منه 4 يبقى الجزئية دي ب 14. خلاص كده؟ طيب أنا عايز أعمل إيه؟ قال لي أنا عايز نصف قطر الدائرة. نصف قطر الدائرة ده يعني سيادتك لازم تجيب القطر أ ب. طب القطر أ ب ده هجيبه منين؟ قال لي بص بقى، احنا عندنا هنا كذا طريقة للحل. أولهم إن احنا نوصل ج ب. أنا لو وصلت ج ب هعمل زاوية قايمة. هعمل زاوية إيه؟ قايمة. طب تعالى كده نوصل ونشوف. أدينا وصل. يبقى الزاوية دي بكام؟ ب90. طيب إيه تاني؟ طيب أنا عملت ده، يبقى الزاوية دي إيه؟ قايمة برضو. طيب هجيب مين بقى؟ هجيب ج ب من فيثاغورس. 4 تربيع هيساوي 8 جذر 2. يبقى احنا كده عرفنا ان قيمة ج ب ب8 جذر 2. طيب احنا جبنا ده ب8 جذر 2 وده ب14. تعال نجيب أ ب من فيثاغورس. يبقى أ ب جذر 14 تربيع زائد 8 جذر 2. ما تنساش القوسين تربيع. تمام. وهنحسب ده بالآلة. هتلاقي ان ده جذر 14 تربيع زائد افتح قوس 8 جذر 2 ونقفل، نخرج بس بره الجذر كده ونقفل القوس ونكتب تربيع هيساوي 18. يبقى انت جبت قيمة الألف ب ب 18. يبقى إذا نصف القطر هيساوي 9 سنتي. السؤال رقم 19 بيقول لي ايه في السؤال رقم 19؟ بيقول لي انا عايز قيمة س. طب بص على الرسم كده معايا. انت عندك ده أ د ده مماس للدايرة الصغيرة وأ ب مماس. طب انت عندك أ د بيساوي أ ب قطعتان ممستان. يبقى الجزئية دي كلها طولها س. يبقى أ ج ده عبارة عن السين ناقص 1. س ناقص 1. طيب تعال نشتغل بقى. انت في 19 دي هتبدأ تشتغل على ايه؟ يلا أ ب ده مماس يبقى س تربيع أ ب تربيع بيساوي أ ج اللي هو س ناقص 1. ركز في الكلام. في أ ه اللي هو س زائد 2. فأنا هبدأ أفك مع بعض كده القوسين دول. س في س بس تربيع وسالب 1 في 2 بسالب 2. وهنضرب الطرفين 2 س ناقص س فيدي لك س. طبعا الس تربيع هتروح مع س تربيع وهدي السالب 2 بعكس الإشارة فتبقى الس بتساوي 2 اللي هي الإجابة أ. السؤال رقم 20. السؤال رقم 20 هو عايز طول م ه. خلاص احنا عرفنا بنعمل ايه هنا. هنعمل ايه؟ هنكمل الدايرة. طيب وهمد ده كده على استقامته. انت عندك م ه هسميه س مثلا وده س. يبقى الجزئية دي 2 س. طب انا لما اجي اشتغل بشتغل من نقطة التقاطع. فتبدأ تقول لي ج ه اللي هي 3 في ه أ ب8 بتساوي د ه اللي هو بس في ه واو مثلا اللي هو 3 س. التلاتة هتروح مع التلاتة يبقى س في س بس تربيع بتساوي 8. هناخد الجذر بتاع ال8 يبقى الس هتساوي 2 جذر 2 اللي هي الإجابة. كده خلصنا تمارين الوحدة الأولى هندسة كاملة. بالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.